بيبدأ الفيلم بمجموعة أصحاب وبيكونوا قاعدين في الغابة عشان يحتفلوا بعيد ميلاد صاحبتهم إليز، وبيكونوا كلهم في منتهى السعادة بيها. وبعد كده بيفضلوا يلعبوا لعبة التوقعات لحد ما بتقول واحدة فيهم مين الاتنين اللي متوقع ان هما هيتجوزوا الأول. فالكل بيشاور على جرانت وهالي، ولكن بيبان عليهم انهم زعلانين من حاجة. المهم بيقوم جرانت بحجة ان المشروب بتاعه خلص، فبيلاحظ باكستون ان في حاجة غلط، فبيروح ورا جرانت عشان يشوف في ايه. وبتقول هالي لباقي اصحابها انها انفصلت عن جرانت لانه شخص مش طموح. وبنرجع لجرانت اللي اكتشف ان هم خلصوا كل المشروبات اللي كانت معاهم، وبما ان الوقت متأخر وانهم في مكان معزول ما بيعرفوش يشتروا مشروبات تانية، فبيبدأوا يدوروا في البيت اللي مأجرينه ليكون حد مخبي مشروب في اي مكان، ولكن برضه ما بيلاقوش حاجة لحد ما بيلاقي لوكاس باب مكتوب عليه ممنوع الدخول. ما بيهتمش لوكاس بالتحذير وبيكسر الباب. بيدخلوا الأوضة وبيلاقوا حاجات كتيرة ليها علاقة بالفلك والنجوم، وبيشوف باكستون صندوق مرسوم عليه طلاسم شيطانية، فبيفتح الصندوق وبيلاقي فيه أوراق شكلها غريب، فبتاخد هالي منه الصندوق وبتعرفهم ان دي أوراق التاروت بيستخدموها السحرة عشان يتنبؤوا بالمستقبل وكمان عشان يعرفوا حظ الأبراج. فبتستغرب هالي لأن عمرها ما شافت أوراق بالشكل ده، وكمان بتلاحظ انها مرسومة بالإيد، وبتقول لهم ان الأوراق دي من نوع قديم جدا، فبتطلب إليز منها انها تشوف حظ كل برج فيهم. هالي ما بتكونش موافقة في الأول، ولكن بيعرفوا يقنعوها، وبتبدأ تطفي الأنوار وتولع الشموع عشان تبدأ. وأول ما بتفتح العلبة بيسمعوا أصوات غريبة في البيت، فبتحذرهم هالي لأنها مش مطمنة للأوراق دي، ولكن إليز بتطمنهم وبتقول لهم خلاص أنا هبدأ الأول. وفعلا بتبدأ هالي الطقوس بتاعتها، ويركز كويس في الحتة اللي جاية دي لأن هتقوم عليها أحداث كتيرة قدام. بتقول هالي لإليز انت برج الميزان، انت شخص فضولي جدا، ولكن فضولك ده هيوديكي للمجهول، هتطلعي سلم يوصلك للنجاح، ولكن بتحذرها من بطاقة الكاهنة ان هي ممكن توقعها. بتروح صاحبتهم التانية عشان تجرب الموضوع، ولكن بتكون بتصور اللي بيحصل، وبتقول لها هالي انت برج الحوت، كريمة ومتعاطفة ومبدعة، ولكن بطاقة الراجل المشنوق بتقول انك هتستسلمي في الاخر، فحاولي لما تخافي ما تهربيش من المكان. بيجي دور باكستون ولكن بيخاف وبيمشي، فبتروح صاحبتهم مكانه، فبتقول لها هالي انت برج العذراء، وكمان بتحذرها من الساحر. وبيخرج باكستون من الحمام ولكن بيلاقي باب البيت مفتوح، فبيروح عشان يقفله، ولكن بيشوف كيان غريب واقف وكأنه بيراقب البيت، ولكن مرة واحدة بيختفي. ما بيهتمش باكستون للي حصل وبيرجع لأصحابه من تاني، وبيقرر يلعب معاهم. وبتقوله هالي انت برج الثور، فبيسألها باكستون ليه البطاقة بتاعته عبارة عن مهرج، فبتقوله ده تحذير انك ما تتصرفش بشكل همجي او اندفاعي، وبتقوله كمان انك هتساعد اصحابك بطريقة مش متوقعة. وبيجي دور لوكاس وبتقوله انت برج الجدي، برج حساس وعطوف، ولكن بتحذره من الانوار اللي هتاخده المكان محظور. ما بيكونش فاضل غير جرانت، فبيروح. وبتقوله هالي انت برج الاسد، عنيد وبتبوظ كل حاجة في حياتك وممكن تأذي اللي حواليك. وبيفتكر جرانت انها بتتكلم عن علاقتهم، فبيقوم يمشي ولكن بتوقفه هالي، وبتقوله البطاقة بتاعتك بتحذرك انك ماشي في طريق مظلم وهتخسر كل اللي حواليك. ما بيسمع لهاش وبيسيبها وبيمشي. فبتقرر هالي تشوف برجها، وبتقول لهم كالعادة الحب بيتحول لموت. بيجي الليل وبيناموا، ولكن بنشوف الطلاسم اللي على الصندوق بتنور. وفي تاني يوم بيجهزوا نفسهم عشان يرجعوا لبيوتهم، وفعلا كل واحد فيهم بيرجع لبيته. وبنشوف إليز وهي بتكلم واحدة صاحبتها، ولكن بتسمع صوت خبط بره، فبتطلع تشوف فيه ايه، فبتلاقي سلم الدور اللي فوق نازل. بتفتكر ان حد من صحابها بيهزر معاها، لحد ما بتطلع الدور اللي فوق وبتشوف شموع وطلاسم شيطانية في كل مكان، وبتلاقي كمان الكارت اللي ظهر في النبوءة بتاعتها. ومرة واحدة بتقع إليز من على السلم، والكيان اللي ظهر لها بيمسك السلم وبيفضل يخبطها بيه لحد ما بيخلص عليها. وفي تاني يوم الشرطة بتيجي، وبنشوف أصحابها مصدومين للي حصل لإليز. وبيخلص اليوم وبيوصل لوكاس صاحبته لحد البيت، وبيروح للمترو عشان يروح، ولكن أنوار المترو بتفضل تطفي وتنور لحد ما لوكاس بيشوف كيان غريب ماسك مصباح، وهو نفس الكيان اللي ظهر في النبوءة بتاعته. المهم الأنوار في المترو بتطفي والظلام بيفضل يقرب من لوكاس لحد ما بيخليه يدخل مكان محظور. وبيكتشف لوكاس انه في محطة القطورة، وهو في الطريق بيلاقي ورقة مكتوب عليها هتموت النهاردة، وموجود عليها صورته. ومرة واحدة بياخدها جري لحد ما بيدخل جوه واحد من القطورة، ولكن بيجي الكيان الغريب وبيرميه على القطر وهو ماشي. وفي تاني يوم بنشوف جرانت وهالي بيتكلموا في موت إليز، ولكن جرانت بيسيبها عشان وراه امتحان، ولكن بيقف وبيبصوا لبعض لأنهم بيكونوا شافوا خبر موت لوكاس. وبتيجي الشرطة وبتجمعهم كلهم، وبتقول لهم عندكم أي فكرة ليه لوكاس كان في منطقة محظورة؟ محدش فيهم بيكون عارف، فبيسيبوهم يمشوا. وبيتلموا كلهم في بيت باكستون، وبيقول لهم دي أكيد جريمة قتل، واللي عمل كده حد فينا.
فبتركز هالي شويه وبتفتكر انها قالت للوكاس انه ما يمشيش ورا الانوار عشان هيوصلوه لمكان محظور. حتى اليز حذرتها من الفضول بتاعها وانه هيوديها للمجهول، لان اليز كان عندها فضول تشوف مين اللي في الدور اللي فوق. الكل بيصدق هالي ما عدا جراند اللي بيكون شايف ان كل ده خرافات مش اكتر. فبتبحث هالي عن اللعبه اللي لعبوها، فبتلاقي عرافه خبيره في اللعبه دي وكمان خبيره في الابراج، فبيقرروا يروحوا لها علشان تساعدهم. وبيفضلوا ماشيين لوقت طويل لحد ما بيوصلوا للبيت بتاعها. ولما العرافه بتعرف انهم جايين بسبب اللعبه دي ما بترضاش تفتح لهم، فبتقول لها هالي احنا خسرنا 2 من صحابنا والدور جاي علينا. فبتدخلهم العرافه البيت وبتقول لهالي اوصفي لي شكل الورق اللي لعبته بيه. فبتقول لها ورق قديم ومرسوم بالايد. فبتقول لها العرافه هو كان في صندوق مرسوم عليه طلاسم فلكيه. فبتستغرب هالي هي ازاي عرفت. فبتقول لها العرافه في المكسيك 1951 6 وفيات غامضه في اقل من 48 ساعه، والرابط الوحيد ما بين الضحايا اني قرات ابراجهم بنفس الورق. لندن 1988 مجموعه من الاصحاب راحوا رحله مع بعض ولعبوا نفس لعبه الابراج بنفس الورق اللي كان معاكم، ما فضلش فيهم غير واحد بس اللي عايش، وكل دول لعبوا بورق جوه صندوق مرسوم عليه طلاسم شيطانيه. فبتقول لها هالي انت عرفتي كل ده ازاي؟ فبتقول لها العرافه لاني انا الشخص اللي عاش في حادثه لندن، والسبب اللي خلاني عايشه ان قرات ابراج الكل ما عدا برجي. وبتحكي لهم العرافه قصه الورق ده وهو ليه ملعون. في المجر سنه 1798 كان في ملك وزوجته مستنيين ابنهم الاول. الملك كان بيستخدم السحر عشان يتنبأ بالمستقبل، واللي كانت بتعمل الكلام ده ساحره قويه جدا، وباستخدام الورق ده قدرت تساعده في حاجات كتير. وفي يوم تنبأت الساحره ان زوجة الملك وابنه مش هينجوا من الولاده. حاولت الساحره تغير المستقبل ولكن في كل مره بتطلع ورقه الموت، فبينفي الملك الساحره وبنتها بره المملكه. وبعد فتره النبوءه بتتحقق. اتهم الملك الساحره انها هي السبب، فراح للغابه وخلص على بنتها. فبتقرر الساحره تنتقم منه وبتعمل طلاسم مظلمه جدا للملك وعيلته، وبعد كده بتخلص على نفسها وبتربط روحها بالورق وتلعن الورق بلعنه الساحره. معدش وقت طويل والملك وكل قرايبه فرقوا الحياه، وبكده الساحره انتقمت لبنتها، واي حد هيلعب بالورق ده هيتلعن ومش هيكمل حياته. والحل الوحيد لكل ده انكم تحرقوا الورق. وفعلا بيسمعوا كلامها وبيرجعوا عشان يحرقوا الورق، ولكن العربيه بتقف لوحدها في نص الطريق. والغريبه ان هما بيكونوا على جسر، والنبوءه بتاعت صاحبتهم بتقول انها هتموت على الجسر، وبترسم على الازاز جنبها واحد مشنوق. فبتسيبهم وبتجري برغم ان في النبوءه حذرتها هالي انها لما تحس بالخطر ما تجريش. فبينزلوا كلهم يجروا وراها، ولكن بيجي كيان شيطاني بيشنقها وبياخدها معاه. فبيجروا كلهم من المكان، وبتقول لهم هالي النبوءه اتحققت. البطاقه بتاعتها كانت الراجل المشنوق، وبيقرروا يرجعوا للبيت بسرعه ويحرقوا الورق. فبيقول لها باكستون استحاله بعد كل اللي شفته ارجع تاني للبيت. فبتقول له هالي النبوءه بتاعتك قالت ما تتهورش وما تاخدش قرارات متسرعه. ما بيسمع لهاش وبيمشي، وهو في الطريق بيحس ان في حد ماشي وراه. فبيجري بسرعه للبيت، ولكن بيشوف مهرج واقف وبيبص عليه، نفس المهرج اللي ظهر في النبوءه بتاعته. فبياخدها جري لحد ما بيطلع للاسانسير، ولما بيوصل للدور الخامس والباب بيتفتح بيلاقي المهرج قدامه. فبيتصل بجرانت وبيقول لهم انتوا كان عندكم حق والخط بيتقطع. ومره واحده المهرج بيهجم عليه. وبنرجع لجرانت اللي حاول يتصل بباكستون ولكن بيلاقي تليفونه مقفول. ساعتها بيوصلوا للبيت اللي كانوا مأجرينه وبياخدوا الورق وبيرموه في النار، ولكن بيلاحظوا ان الورق ما بيتحرقش. فبيقرروا يتصلوا بالعرافة عشان تساعدهم، وفعلا العرافة بتيجي وبيحكوا لها كل اللي حصل، وبيعرفوها ان الورق مش راضي يتحرق. فبتعرفهم ان الساحرة هي كل الكيانات دي وانها بتتجسد في شكلهم. وبتبدأ العرافة تعمل طقوس عشان تفصل روح الساحرة من الورق، وبتفضل تقول في شوية طلاسم، ومرة واحدة بتسكت وبتقول لهم احنا مش لوحدنا. وفعلا ما بيكونوش لوحدهم، الساحرة بتكون معاهم في الأوضة وبتنزف العرافة وبتعرفهم ان هي مش قادرة تتحرك. وبتبدأ الساحرة تتحكم فيها وبتقرأ برج العرافة، وبتطلع النبوءة بتاعتها شخص في ظهره سكاكين كتيرة. والعرافة بتقول لهم انا حاولت، والساحرة بتاخدها. فبيطلعوا يجروا عشان يخرجوا بره البيت، ولكن العرافة بتقع قدامهم وفي ظهرها سكاكين كتيرة. فبيكملوا طريقهم وبيفضلوا يجروا، ولكن جيرانت بيلاحظ ان بيج مش معاهم وبيكونوا لسه هيرجعوا، ولكن بيلاقوا الوحش اللي ظهر لجرانت في النبوءة بتاعته. فبيجروا لحد ما بيوصلوا الأوضة وبيقفلوا الباب. وبنرجع لبيج اللي الساحرة بتقلد صوت هالي عشان تسحبها ناحيتها، وبتشتغل موسيقى المسرح، وبتفضل بيج ماشية لحد ما بتخبط في ساحر، والناس بتبدأ تسقف، والساحر بيبدأ يتحكم فيها، ولكن بتعرف تهرب وبتستخبى جوه صندوق، وبتفضل مراقبة المكان من بره. ومرة واحدة
بياخد الساحر الصندوق للمسرح وبيفضل يضيق في الصندوق وبيبدأ يقطعه نصين وبيخلص على بيج. وفي كل ده هالي بتكون سامعة صريخ صاحبتها ولكن ما بتكونش عارفة تساعدها، وبتقعد هي وجرانت وبيكونوا في منتهى الحزن على اللي بيحصل لاصحابه. وبتركز هالي شوية وبتعرف ان اللي بيشوف برجه في الورق بيتلعن، فبتقرر تقرأ برج الساحرة وبالتالي اللعنة هتتقلب عليها. ولكن جرانت بيرفض انها تقرب من الورق ده تاني، ولكن هالي بتقدر تقنعه وكمان بيرجعوا لبعض من تاني. بيقطع كلامهم الوحش وبياخد جرانت معاه وبتحول الوحش لهيكل عظمي اللي ظهر لهالي في النبوءة بتاعتها. فبتجري هالي من الأوضة اللي كانوا مستخبين فيها، ولكن الكيان بيقدر يمسكها وبيكون خلاص هيخلص عليها، ولكن بيجي جرانت في آخر لحظة وبينقذها. وبتجري هالي بسرعة وبتجمع الورق. في الوقت ده الكيان الشيطاني بيهجم على جرانت وبياخدوا المكان مظلم. وبنرجع لهالي اللي فعلا قرأت برج الساحرة، ولكن بتكون كل الورق معكوس، وده معناه ان الساحرة لسه بتتألم لموت بنتها. ساعتها بتظهر الساحرة وبتمسك هالي وبتكون هتخلص عليها، والنبوءة حكمت عليكي بالموت. وفعلا دايرة الأبراج بتنور وبتاخد الساحرة للعالم السفلي. لأن الساحرة بتموت بيرجع جرانت تاني للحياة، والورق أخيرا بيتحرق لأن اللعنة اتشالت من عليه. وبيطلع هالي وجرانت بره البيت، وبيكون الطريق للمدينة بعيد جدا، ولكن بتيجي عربية وبتقف قدامه. وبيفتكر جرانت النبوءة بتاعته اللي فيها طريق مظلم، وبتكون دي النهاية. ولكن اللي بيكون راكب العربية هو باكستون، وبيفرحوا جدا لأنه لسه عايش، وبياخدهم معاه في العربية عشان يرجعهم تاني للمدينة، لأن في نبوءة باكستون إنه هيساعد أصحابه بطريقة مش متوقعة. ولكن ثواني، هو إزاي باكستون قدر يهرب من المهرج؟ فبيقول لهم باكستون أنا كنت في الأسانسير وفجأة دخل عليا واحد صاحبي فاختفى المهرج وكل حاجة رجعت زي ما كانت. وده يدل إن لو أي حد ظهر في المكان وهو ملهوش دعوة باللعنة أو الورق فكل حاجة بتمشي تمام، والوحوش دي بتختفي وما بتقدرش تعمل لك أي حاجة. وبصراحة الفيلم جميل وكل حاجة، ولكن الوحوش أو الشياطين ما بيكونوش باينين أوي في الفيلم. حرفيا أنت بتشوف ضلمة بس، مع إن الشياطين شكلها مرعب ولكن انت ما بتقدرش تشوفها لان كل اللي حواليها ضلمه وهي اساسا سودة. فلحد هنا وبيخلص الفيلم. ما تنساش اللايك وتشترك في القناه.